السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا واصحابنا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده طالعه اكلمكم في موضوع الموضوع ده مهم جدا. اغلبية الناس سألتنا عليه وحابين ان هم يعرفوا معلومات عنه كده. النهارده انا طالعه اكلمكم عن موضوع ان انتي كزوجة مبصرة ازاي تعاملي زوجك الكفيف، وايه هي الطريقة اللي لازم تعملي بيها. طبعا الكفيف ان انتي لازم تعامليه كأنه مش ناقصه اي حاجة، طبيعي، انسان طبيعي، لا عاجز ولا ان هو مش قادر يعمل حاجة ولا اللي هو ما تحسوش ان هو كفيف، عامليه طبيعي جدا، يعني اكنه بيشوف. تمام. وطبعا هو يعني الكفيف ده اولا بيحب المعاملة الكويسة، الطريقة الكويسة، الصوت الهادي، ما بيحبش انك تعلي صوتك، تكلميه بطريقة ان هو معلش في الكلمة ما بيسمعش، لا هو بيسمع. تمام. لما تكونوا قاعدين مع بعض او بتتكلموا او تتناقشوا في حاجة ما تعليش صوتك، كلميه بطريقة كويسة، كلميه بالراحة، حاولي تشرحي له انت بتكلميه بس بالراحة بالطريقة، ما تعليش صوتك. ولا انت مثلا لو حد قاعد او كان كويس يعني لاحظ انك بتعلي صوتك كأنه هو كفيف بقى لا مش واخد باله مثلا او مش سامع صوت كويس، لا هو بيسمع كويس. تمام. تاني حاجة، لما تكونوا مثلا في مكان معزومين فيه كده وفي اكل، حاولي انك ما تعرفيش الاكل اللي قدامه، يعني قدامك كذا، لا دي جنبها، لو مش لا اقعدي جنبه، عرفيه ايه اللي موجود قدامه. اكتر حاجه بيحب اللي هو يعني اكتر حاجه بياكلها في الاكل حطيها قدامه، يعني مثلا لو الحاجه اللي هو بياكلها بعيده عنه حطيها قدامه عشان ما يتحركش، مثلا هو قاعد بياكل، او مثلا انت تاكلي في مكان تاني وهو مثلا قاعد مع ناس وكده كرجاله وانت كمان مع حريم وكده، هو ما يتحركش. او مثلا انك تخلي حد قريب منكم كده اللي هو يحط قدامه حاجات هو كل الحاجات دي بياكلها، ما يتحركش. وكمان تعرفي يعني تحاولي تعرفيه المكان ده وانك تشرحي له كل حاجه فيه وكده، ما تحسسوش بنقص، يعني اشرحي له كل حاجه في المكان بحيث ان هو يكون اكنه شايف. تالت حاجه ان مثلا لو انتم رايحين تركبوا مواصلات وكده وفيه مكان واحد ومفيش مكان لكم انتوا الاتنين وكده، حاولي انك ما تركبيش، ويا ريت ما تركبيش المواصلات دي او ما تركبيش المواصله دي، لان طبعا هو ككفيف محتاج الجنب في كل اوقاته. طبعا لما يكون مثلا هو راكب قدام وانت راكبه مثلا ورا، طبعا هو محتاج جنبه، يجي مثلا يدفع الاجره مثلا عشان ما حدش يحرجه في الكلام وكده. طبعا في ناس، انا عن نفسي حضرت المواقف دي، بتبقى مثلا تدي الفلوس للشخص اللي جنبها ان هو يحاسب وكده. طبعا بتلاحظوا الحاجات دي والناس اغلبيتها بتعمل كده، ان يلموا الاجره ويدوها للسواق. هو بقى مثلا لما يكون قاعد واحد لوحده قدامه كده، ممكن حد يعمل الموقف ده معاه، هو معلش في الكلمه هو مش واخد باله، فانتي لازم تكوني قاعده جنبه، واخده بالك من كل حاجه، واخده بالك من الناس اللي حواليكي، عشان لو حد وجه له كلام او حد عمل معاه حاجه ولا كده تردي. تمام. او ان انت مثلا تلحقي الموقف، ما تحرجوش، ما تحطوش في موقف احراج. طبعا الكفيف المعامله معاه جميله قوي قوي قوي. طبعا انك تتعاملي مش ان انت بقى يعني ايه تعطفي عليه او انك بتساعديه اللي هو محتاج الحاجه دي او كده، لا هو مش محتاج، هو لو عليه مش محتاج مساعده من حد. الكفيف يقدر يعمل كل حاجه المبصر ما يقدرش يعملها. تمام. دي كلمه حقيقيه، لان انا زوجي كفيف وحضرت الحاجات دي كلها، هو بيعمل حاجات المبصر ما بيعرفش يعملها. فانت ما تحسسهوش باي عجز، حسسيه كانه بيشوف كل حاجه وبيقدر يتعامل مع الناس كلها بطبيعه وتمام. ماشي. مثلا انت قاعده في مكان وهو مثلا راح مكان تاني او كده، او مثلا هو قاعد في الشقه او قاعد في اي مكان لوحده، وانتي حبيت ان انت تروحي له، او هو طبعا قاعد لوحده حب ان انت تروحي له، ما بتدخليش عليه فجأة او من غير صوت او كده وتقعدي جنبه او كده، لا اعملي صوت وانت داخله، السلام عليكم، القي اي حاجه، اعملي اشاره ان هو يكون عارف ان في حد موجود في المكان، ما يتحركش عشان ما يكون واخد راحته وهو قاعد، يبقى عارف مين اللي معاه في المكان. ما تحاوليش تستخفليه في اي حاجه. تمام. ماشيين مثلا في مكان عام او كده، حاولي انك تكلميه دايما، حاولي انك ما تحسسوش ان انت مثلا ملهيه في حاجه ومثلا مش مركزه معاه،
لا كلميه، خليكي مركزة معاه، حاولي تشاركيه الأماكن اللي حواليكوا، مثلا معدين على مطعم، محل ملابس، معدين على أي حاجة فاتحة جديدة، تشرحي له وتكلميه. الحاجة دي تبسط الكفيف قوي قوي قوي، إنك تكوني مشاركة كل حاجة. ويا ريت يا حبايبي تكونوا استفدتوا من المعلومات ديت، ويا ريت يا ريت نعمل بالكلام ده، لأن الحاجات ديت بتأثر في نفسيتهم جدا. إنك تعملي أي حاجة عكس اللي أنا قلتها دي حاجة طبعا بتجرحهم جدا. وما تنسوش الاشتراك في القناة، عشان احنا عايزين القناة بتاعتنا توصل ل1000 مشترك في أقرب وقت. ويا رب تكون المعلومات ديت فادتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.